السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف أعرض لكم ارتفاع جديد للدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري من البنك المركزي اليوم السبت الموافق 10/5/2025. وقبل ما نبدأ الفيديو محتاج دعمكم لينا بالاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد ولكي تدعمونا على الاستمرار بإذن الله. لو عجبك الفيديو دوس لايك. إليكم التفاصيل بعد الانترو. سجل الريال السعودي شراء 13 جنيه و48 قرش وبيع 13 جنيه و51 قرش. سجل الريال القطري شراء 13 جنيه و85 قرش وبيع 13 جنيه و92 قرش. سجل الدرهم الإماراتي شراء 13 جنيه و76 قرش وبيع 13 جنيه و80 قرش. سجل الدينار الأردني شراء 71 جنيه و21 قرش وبيع 71 جنيه و60 قرش. سجل الدينار الكويتي شراء 164 جنيه و83 قرش وبيع 165 جنيه و31 قرش. سجل اليورو شراء 57 جنيه و7 قروش وبيع 57 جنيه و22 قرش. سجل الجنيه الاسترليني شراء 67 جنيه و5 قروش وبيع 67 جنيه و27 قرش. سجل الدولار شراء 50 جنيه و56 قرش وبيع 50 جنيه و69 قرش. في نهاية الفيديو لا تنسونا بالاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس.